يا مساء السعادة على قلبكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايلكوا بقى، بصوا، بفكرة تحفة تحفة تحفة. هنعمل الجبنة الكريمي اللي هي الكيري بربع كيلو جبنة قريش. شوفوا القوام، تعالوا نشوف عملناها ازاي. دي انا بس بوريها لكم، بصوا عاملة ازاي. هتلاقوها في حتت صفرا، انا حاطه عليها جبنة رومي. بصوا جميلة قوي ازاي. وبرضو يعني في ناس بتحط عليها زيت، انا محطتش عليها نقطة زيت وما كلكعتش. لو انت جايبه الجبنه القريش مزبده من عند ناس موثوقه، بصوا من ربع كيلو جبنه قريش. وانا قلت احط اللبن، بس انا ما اخدتش كوبايه اللبن دي كلها، انا اخدت يعني بقين 3 كده منها. دي ربع كيلو جبنه القريش، ودي الجبنه الرومي، جبنه رومي قديمه. انا حطيت سنه ملح صغننه خالص، وده اللبن. بس والله يا بنات، قسم والله 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 تحفه 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 تحفه. انا علمي ما بحبوش الجبنه القريش، فانا عملتها كده جبنه كريمي زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا، حطها في الكبه وهحط عليها. انا كنت هحط الجبنه القريش، فرجعت في كلامي قلت لها هضربها ضربه الاول في الكبه، علشان ايه؟ احط عليها اهو شويه لبن بسيط كده، وبعد كده هضربها في الكبه، وبعد كده احط الجبنه الرومي. الجبنه الرومي كانت فيها حتت ناشفه، ف في حتت يعني صغيره خالص كده في الجبنه، بس طعمها بصراحه حلو اهو. زي ما انتم شايفين ضربتها كده، ضربتها جامد في الكبه. وهحط ذره ملح صغيره جدا، وهحط عليها الجبنه الرومي، وهحط عليها كده الجبنه الرومي وبس. وهي دي كده، بصوا هشوفوا شايفين قوامها عامل ازاي اهي. هي هتحتاج مني لبن عشان هي تقيله بصراحه، ولما تسيبيها في التلاجة هتتقل اكتر من كده. فانا ايه، عايزه اخففها يعني، بس ما تبقاش ميه خالص، ما تبقاش ميه خالص اهو. رشه ملح صغيره جدا، علشان جبنه الرومي دي جبنه رومي قديمه، ففيها بتبقى حادقه خالص يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي في الكومنتات، وتشجعوني كده بلايك واشتراك في القناه، علشان ايه؟ الوصفات اللي انا بعملها تعجبكم يعني وتنول رضاكم. دلوقتي بعد ما حطيت الجبنه الرومي فضربتها جامد اهو، قعدت اضرب فيها في الكبة علشان تبقى جميلة. والله يا جماعة، يعني جبنة الكيري والحاجات دي انا غالية. يعني انا كنت جايبة من اسبوع جبنة اللي هي مزارع دينا، اللي هي لبنة دي. والله والله يا جماعة كنت جايباها ب60 جنيه، مش هضحك عليكم، ب60 جنيه. فلا طعمها مش حلو، والعيال ما حبهاش. فجبت الجبنه القريش، بس الجبنه ما شاء الله الجبنه القريش دي دسمه جدا، واللبن بتاعها دسم يعني ما شاء الله عليه. فانا قلت بقى ما اعملها لهم كده. انا بعملها لهم بصراحه على طول، يعني بعملها بالزيتون وبعملها كده من غير حاجه. فهم بيحبوا الجبنه الرومي، فانا قلت احطها اهي، قلت احط عليها جبنه رومي. وما شاء الله عملت يعني معايا علبه محترمه بصراحه يعني، عملت معايا علبه محترمه. وكمان خلي بالكم ان فبحاول المدارس اوريها لكم قربت، كده اهي. المدارس لا قربت عملت يحتاجوها في معايا السندوتشات، بصراحة يعني وموفره حبة جدا. يعني حلوين شوفي جدا. كل شويه تروحي تجيبي جبنه بقد ايه، والعلبه ويا بقت رب يكون علبه الجبنه الحاجات المعلبه التوفير دي بتفيد باربعة وعشرين وخمسة حضراتكم وعشرين جنيه انا وكفاية بحاول يعني بص ناس اوريها بصراحة لكم معايا في كده، القناة انا بيقولوا لي بحاول كلام كده بصراحة اوريها يعني لكم. جميل جدا. ربنا بحاول اوريها يخليلكم، لكم كده، ربنا احطها لكم في يخليكم العلبه ويخليلكم اهي عيالكم شكلها. محاولتش وتفرحوا بصراحه بيهم يا يعني رب. ايه كل اسرع عام الفيديو وحضراتكم بخير، علشان تكونوا والسنة شايفين دي يعني. تكونوا يا رب تكونوا محققين كل اللي بتتمنوه يا رب. دي طبعا بصوا اهي بعد ما عملتها، بصوا شوفي جميلة يعني انت لو اخدت معلقة صغيرة صغيرة جدا هتفردي بيها العيش كله، فهتوفر معاكي كتير.